السلام عليكم. كتير مننا بيحب يعمل أكلة حلوة وتفتح النفس، وكمان ما تاخدش وقت ولا وقفة كتير في المطبخ. تعالى أقول لكم على طريقة الكفتة النهاردة، مفيش أجمل من كده. هنجيب بصلة كبيرة وأنا ضربتها في الكبة وما صفيتهاش خالص، وحطيت عليها نص كيلو من اللحمة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة صغيرة مليانة من البابريكا، وربع معلقة من القرفة. وطبعا بهارات اللحمة بيبقى فيها فلفل اسود وبهارات كتير جدا. هنعجنهم مع بعض كويس جدا، ممكن كمان نضربهم في الكبة كده دقيقة لحد ما القوام يبقى ناعم زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى للخطوة اللي بعد كده، ان احنا نكور اللحمة بتاعتنا على صينية، وانا دهنها دهنة مية عادي مش شرط زيت. هناخدها نكورها كلها، طلعت معايا حوالي 19 قطعة، وشايفين ما شاء الله القطعة حلو، يعني حجمها حلو قوي. بعد ما كورتها هاخدها ابططها يعني تبطيطة بسيطة قوي كده، علشان يطلع شكلها مستوي لما اجي احمرها وبعدين اسويها. بعد ما خلصت كل الكمية هاخدها احطها على الفريزر، على بال ما اجهز بقى الحاجة اللي عاملها جنب الكفتة. انا عملت رز، وبعد كده بعد ما خلصت الرز اخدت الكفتة طلعتها من الفريزر، بصوا متماسكة الى حد ما، يعني فيها قطع بدأت تتجمد. هتجيبوا بقى جريل او طاسة او اي حاجة عندكم، مش شرط لاصقة او غير لاصقة، هتسخنوها كويس جدا وتحطوا معلقة كبيرة من السمنة او سمنه على زيت. وهنبدا بقى على اعلى درجه حراره ان احنا ناخد الكفته بتاعتنا دي تشويحه كده من الجنبين، وليه على اعلى درجه حراره عشان الكفته بتاعتنا دي ما تفكش. عايزينها بس تاخد لون حلو سريع، علشان لو احنا يعني خفضنا النار ممكن ان هي تفك معانا. بس هي ما شاء الله لما بتتجمد كويس قوي او بتسقع على الاقل كويس ما بتفكش معانا ابدا. اخدت تحميره حلوه، مش قادره اوصف لكم الريحه كانت عامله ازاي. طبعا نوع اللحمه وكمان السمنه اللي انتوا بتستعملوها بتفرق جدا في ريحه وطعم الكفته بتاعتنا. وعايزه اقول لكم انها بتوفر وبتاكل عيله كبيره كمان. هتشوفوا الكميه في الاخر هنكترها ازاي. حمرنا بقى واديناها تشويحه حلوه كده للكفته بتاعتنا، وفي نفس الطاسه هنحط بقى بصلايه حجمها متوسط، وهزود عليها شويه مواد دهنيه لان اللحمه بتاعتي كانت حمراء وما فيهاش دهون كتير. شوحت البصله بتاعتي كده، هضيف لها بقى معلقه كبيره من السمنه وهبدا اشوح فيها. وفي الوقت ده كده انا مخفضه درجه الحراره للمتوسطه. نزلت عليها ببطاطسايه مكعبات حجمها متوسط. طبعا تقدروا تنزلوا باي كميه بطاطس يعني ده بيكتر الكميه وبيوفر معانا قوي. وجايبه كمان كوبايتين ونص من الطماطم، والطماطم دي انا مفرزاها، يعني هي معموله جاهزه كده. طماطم البيتزا دي بتبقى عليها بصل وتوم، وبتبقى جاهزه ومتسبكه معانا. ممكن طبعا تضربوا نص لتر من الطماطم في الخلاط وتحطوه عادي. بعد ما تحمروا البصله هتضيفوا بس فصين من الثوم، وهتشوحوهم كانكم بتقلوا لاي تقليه. طبعا ظبطت البهارات بتاعتي، بهارات لحمه، معلقه صغيره من السكر، وتحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها. وبعد ما غلت كده والبطاطس بدات تبقى يعني تاخد 3/4 سوا، هننزل على طول بالكفته بتاعتنا وهنديها تقليبه. وطبعا زي ما انتوا شفتوا انا زودت حوالي نص كوبايه من الميه، لان الصلصه بتاعتي كانت متسبكه قوي. هغطي عليها بقى دلوقتي وهسيبها على نار هاديه تستوي، هتاخد معانا حوالي ربع ساعه وهتبقى جاهزه معانا. طبعا كنت عامله في الاول اثناء ما هي بتتجمد رز بشعريه، تقدروا تعملوا مكرونه او رز ابيض او عيش او اي حاجه انتوا عايزين تقدموها جنبها. بجد الصلصه والبطاطس والكفته نفسها طعمها حلو جدا جدا. ظبطوا الملح بتاعكم بعد طبعا ما تيجوا تعملوا تسبكوا الطماطم بتاعتكم بعد ما اللحمه تكون استوت، وهتدوقوا كده تشوفوا عايزه بقى فلفل اسود او عايزه بهارات اللي انتوا عايزينها. بس هي غدوه سريعه قوي موفره جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.